اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار الزمالك. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، جايين لك فيها كل التفاصيل اللي انت محتاجها، سواء ايقاف قيد، سواء اللي بيحصل داخل مجلس اداره نادي الزمالك، سواء بعض الاخبار المهمه اللي يهمك ان انت تعرفها. تعال نتكلم في اول خبر معايا. بص يا سيدي، هفهمك حاجه مهمه. كلمتك امبارح عن مشير حسام عبد المجيد وقلت لك هتسمع اخبار وهتسمع كلام ناس، وقلت لك ان عقد حسام عبد المجيد بينتهي 2027. طلع موقع بصراحه امبارح اللي صاحبه ما اعرفش ماله كده، هو مش عايز يلمح، انت فاهم، كله عمال يضرب في الزمالك. ازاي؟ ما هي هيصه هيصه بقى، يلا اللي عايز يضرب في الزمالك يضرب. بص يا سيدي، موقع بصراحه صاحبه طلع او صحفي او اي حد في الموقع طلع، انا مش عارف اسمه بصراحه ازاي، يعني ايه الكذب ده؟ يعني حتى اسم موقع كذب اصدقك ازاي؟ يعني ده اسمك كذاب مش بصراحه ليه؟ بص يا سيدي، قلت لك امبارح ان حسام نجيد عقده بينتهي في 2027 وهتطلع تسمع كلام ناس وافلام وحوارات. اسمع موقع الانز، عقد حسام عبد المجيد ينتهي في 2027. موقع بصراحه اللي صاحبه ما اعرفش اسمه ايه طلع امبارح ورزع سنجه كبيره خالص كده وقال لك يا جماعه اللاعب والزمالك وتلاعب بالعود. يطلع سبحان الله اسلام عبد المجيد شقيق حسام عبد المجيد ووكيله، ويحط على كلمه وكيله دي مليار خط. قال لك ايه؟ بص يا صاحبي الانس يحكي لك، قال لك ان عقد شقيقي ينتهي في 2027. طب موقع بصراحه نعمله فيه ايه؟ بصراحه ده يتلقح في الزباله على طول، ما تناقش، لان دول شويه مدلسين. قلت لك في ناس مهمتها الضرب في نادي الزمالك، وانا قاعد الحمد لله على الارض وجنب الكنبه بتاعتي، قلت لك اللي هيحصل وهو حصل النهارده الحمد لله، ما بنكذبش وما بندلسش. اخوه قال لك ان عقد وموكلي وشقيقه حسام عبد المجيد ينتهي في 2027. كل الكلام ده انه في الزباله. حلو. طب بص يا انس، ايه اللي مخلي الزمالك ما يجددش عقد حسام عبد المجيد لحد النهارده؟ بص يا سيدي، اسلام عبد المجيد شقيق حسام عبد المجيد قال لك احنا عاوزين بند في نادي الزمالك او في عقد حسام عبد المجيد يسمح له بالاحتراف اذا جاء عرض مناسب. قلت لك قبل كده ان العرض المناسب هيجي لنادي الزمالك عن طريق الاهلي وحط تحتها مليار خط. افهمها زي ما تفهمها، انا بقول لك الاهلي مطالب حسام عبد المجيد كاولويه اولى في الدفاع. فهمها زي ما تفهمها. عقد اللاعب ملخبط زي ما قلت لك، هم عايزين يحطوا بند بيسمح له بالرحيل والزمالك بيقول لك لا القصه، لكن حسام عبد المجيد على كلام مين؟ شوبير، والحمد لله طلعت قلتها لك على كلام شوبير كمان اهو، باكد لك المعلومه زي ما قلت لك قبل كده ان حسام عبد المجيد رغبته التجديد لنادي الزمالك. نقطه ومن اول السطر، يبقى اول خبر معايا قصه حسام عبد المجيد ولخصتها لك في دقيقتين اتنين. تمام. بص يا سيدي، كلمتك امبارح كمان في خبر ان اعضاء مجلس الاداره وجون ادوارد بداوا يتكلموا مع المغربي صلاح الدين مصدق. انا جايب لك كل حاجه بخصوص ايقاف القيد بعد الخبر ده. حلو. فكان معايا فيديو النهايه، وانا حييني كده باللايك واشتراك يا سيدي وفعل زر الجرس. حلو. فقلت لك ان مجلس اداره نادي الزمالك بيسعى لحل مشكله المغربي صلاح الدين مصدق عشان خاطر يشيل القضيه بتاعت فسخ العقد. جات لي معلومه النهارده كمان ان حسام عبد المجيد عنده ضغوط ان صلاح الدين مصدق في لعيبه من نادي الزمالك اتكلمت معاه لسحب شكواه لسحب شكواه قدام نادي الزمالك ورجوع مره ثانيه للنادي واقناعه ان الزمالك هيديله فلوس من اللعيبه. ما عنديش المعلومه، لكن المعلومه مؤكده واتنشرت كمان. فقصه صلاح الدين مصدق لحد الان ملهاش حل. اللاعب بنسبه تتخطى 99% هو خارج نادي الزمالك، ال1% بيسعى بضغط من مجلس اداره نادي الزمالك وضغط اللعيبه لاقناع المغربي صلاح الدين مصدق للعوده مره ثانيه لنادي الزمالك، واتمنى يا رب ينجحوا في ده لان الزمالك مش ناقص مشكله بسبب ايقاف القيد. تعال بقى نتكلم في مشكله ايقاف القيد. بص يا سيدي، ايقاف القيد ده تعالى اخوك الانز يقول لك الاخر من الاخر ومناهي زي ما بيقولوا بالعاميه. القيد في مشكلتين او في بيسموها ايه، انا راجل مش محنك او في اللغه العربيه الصراحه، يعني بيسموها ايه، جزئين. خلينا جزئين. الجزء الاول جزء تم الحكم فيه، يعني جزء اتحكم فيه. حلو. وجزء قضايا منتظر. اللي تم الحكم فيه هي قضيه التونسي فرجاني ساسي الفرجاني. تمام. طب فرجاني ساسي ليه انزل كام عند ذاك؟ ليه بالظبط 480 الف دولار. حلو. حط عليهم 5% فوائد عن كل سنه، يعني اجمالي المبلغ هيعدي النص مليون دولار. دي اول قضيه بيعاني منها نادي الزمالك في مبلغ كبير. القضيه الثانيه اللي تم الحكم فيها وهي قضيه المدير الفني جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك. ليه كام؟ ده هو ومساعدينه ليه 160 الف دولار. قلت لك المبلغ ده تافه ومعمول حسابه من عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، يعني بالنسبه لده سيبه. طب نادي الزمالك مش كان عمل تسويق؟ اقول لك الفلوس دي بالذات بتاع جوزيه جوميز واجبه السداد.
ليه هو جاب السداد؟ لان الزمالك كان عامل تسويه مع المدير الفني جوزيه جوميز والتسويه فشلت، فالزمالك اصبح مطالب رسميا بسداد ال 160 الف دولار. في بقى قضايا منتظره زي مين؟ ودي قضايا قد يتم الحكم فيها قريبا. حط تحتها مليون خط، قد يتم الحكم فيها قريبا. مين؟ نادي اياك السويسري. انت هتلاقيك ما سمعتش اسمه ده خالص، هتلاقيك ما شايف مين نادي اياك السويسري ده. النادي اياك ده اللي الزمالك كان جايب منه الفلسطيني عمر فاج. الزمالك ليه كام؟ لان الزمالك كان متعاقد مع الفلسطيني عمر فاج بقيمه مليون دولار على اقساط. حلو؟ فاول قضيه. تاني حاجه دي بسبب انتقال عمر فاج. تاني حاجه مين؟ ما افهمها باينه وضوح الشمس، هي مستحقات الفلسطيني عمر فاج. تسالني بقى فين عمر فاج؟ مليون علامه استفهام. طب ما بيلعبش ليه؟ مش موجود ليه؟ ما بيتسوقش ليه؟ ما بيحلوش مشكلته ليه؟ الله اعلم، الله ورسوله اعلم. مش عارف والله، ما عنديش معلومه. تمام. تالت حاجه مين؟ الخازوق اللي لابس له الكابتن احمد سليمان. الصاروخ كونراد مش لك يالا، الصاروخ كونراد مش لك. ده تالت قضيه. حلو. نسيب برضه نضاي، اكيد انت الناس دي كلها نسيتها. نضاي، سامسونج، كل ده في الهوا. طب بص بقى يا سيدي، في حاجه ناقصه ثانيه. انت بتستعجل ليه؟ ما تستعجلش. انا عارف والله ان خبر، انا والله العظيم خبر يزعل، بس انا بقول لك برفاهيه شويه، لان الواحد مش ناقص يشيل غم، لان الغم كله في موضوع الصفقات الفلوس. مستحقات الانديه بقى اللي لعب فيها 2000 شيكو بنزا وعبد الحميد معال، كل دول لم يتم الدفع فيها ولا جنيه. في كلام كمان ان عبد الحميد معالي مقدم او كان عامل مهله لنادي الزمالك لفسخ عقده زي صلاح الدين مصدق بالظبط بالملي. سمع للكاميرا بقى عشان ايه الموضوع تركز معايا شويه. فعبد الحميد معالي في كلام النهارده طالع انه اخر كان عامل فسخ عقده من طرف واحد والمهله خلصت. صباح البتنجان يعني. فالزمالك خلي بالك، الزمالك اجمالي القضايا اللي عليه مبلغ يخوف من 5 إلى 6 مليون دولار. بتتكلم يعني في اقصى شيء لو ضرب ب 50 مثلا بحسب صغير 5 في 6 عفوا 300 مليون جنيه مديونيات على نادي الزمالك. ده مديونيات على الزمالك. تسمع رايي ملخص كده في الاخر. انا كراجل زملكاوي بحب نادي الزمالك، لازم اعمل حاجه مهمه جدا. اقول رايي هو ايه؟ انا عندي بعض الالعاب زي اليد، زي التنس، زي السله، زي الجودو، زي مش عارف ايه كمال الاجسام، كل الالعاب اللي هو العاب اولمبيه دي اوقف النشاط فيها. انا اوقف نشاط الكوره؟ لا، اوقف نشاط اليد، السباحه، السله، الهاندبول، الباسكت، كل الكلام ده اوقف نشاطه وسرح اللعيبه. انا بقول لك سرحها. ليه بسرحها؟ بسبب توفيرا للنفقات. انا عاوز اوفر فلوس عشان اوقف فريق الكوره والنادي الزمالك على حاله. ما يبقاش عندي ناس بتاخد فلوس وما بتجيبليش بطولات ولا بتجيب لي عوائد. خلينا نتكلم بوجود الله. فانت لو وفرت النفقات دي هتقدر تشيل نفسك شويه. والحل الثاني واقولها وانا والله العظيم ممكن بكلام عرض اهو نادي الزمالك للاستثمار بس. خليه يا باشا نادي استثماري ويعرضه بنسبه 51% للاستثمار، وخلي الاداره من حق المشتري الجديد واحنا راضيين يجيب لنا صفقات يضربنا بالشبشب، محدش ليه دعوه. لان الدوله النهارده او وزير الشباب والرياضه واقف ما بيعملش حاجه. اجيب لك لقاء صحفي وزير الشباب وده الزملكاوي اللي بيقول عليه زملكاوي حلو، بيقول لك مفيش طلب النادي الاهلي ما تنفذش. طلب يا راجل، ده انت قدامك النادي. ده احنا هفضل اقولها لك. مين الغلطان في مشكله ارض؟ ما عنديش معلومه. لا الاتحاد الكوره وزير الشباب ولا وزير الاسكان ولا جهاز 6 اكتوبر ولا حد قدر يدين نادي الزمالك. كل ده كلام. وقلت لك قبل كده لو الاشخاص غلطوا ما ذنب المشجعين وما ذنب النادي. هنفترض مجلس اداره حسين لبيب ومجلسهم عملوا غلطه، ما ذنب نادي الزمالك وما ذنب مجلس ادارته بالعربيه. قول لي بقى، حد يرد عليا في الكومنتات ويقول لي كلامي ده غلط ولا صح. اطلع النهارده يا باشا اعرضه للاستثمار، يا اما ترجع لي ارضي. لكن تقول لي اصل طب ما هو بالعقل، خلينا نتكلم باستمرار لله. الزمالك اخطا، منين يقول لك يتم تعويضه بارض بديله؟ ما هو لو اخطا يستحق العقاب. المجلس ده يمشي، تعمل انتخابات عاجله، لها مليار حل. لكن كده انت بتقف ضد نادي الزمالك وجماهيره. ليك راي عكس كده ورد عليا في الكومنتات لو انت شايف ان كلامي ده غلط. بص بقى يا سيدي، النهارده اقيمت مباراه كهرباء الاسماعيليه وبيراميدز. الناس كلها كانت مصدومه بفوز كهرباء الاسماعيليه. يحصل ايه؟ لاعب ممتع للعين،
لاعب اطرى للعيون، باك يمين من اهم الباكات اليمين دخلت في تاريخ الدوري المصري. باك يمين لو بتصنف اهم 5 باكات يمين مصريين واجانب دخلوا الدوري المصري فيكون الاول بجداره، ده من وجهه نظري الشخصيه. وهو مين بقى تاني؟ قول انت والله العظيم. الشيبي ممتع على السيستم بجنين من بص عرضيات ولا حاجه، عرضياته مش محتاجه جهد، انت هتلاقي عرضيه براسك جول. كومباك اسيستين من الشيبي لعلي جبر وزلاكا، كومباك بيراميدز 2-1 الموضوع خلصان. اقسم بالله كمان مره لو الشيبي ده في الاهلي او الزمالك لا يعملوه تمثال. الشيبي ده لو اهلي وزمالك حط تحت مليار خط لكسر الدنيا. ده علي معلول يا راجل بامانه، يعني الشيبي ده انا بالنسبه لي احسن من علي معلول، ده سواء ده جابها وده جابها، لكن الشيبي ده ممتع بصراحه. ده عمر جابر عندها تزك اما يعمل اسيست كل 500 دقيقه يقول لك ابن النادي. ادوا لكل واحد حقه، الشيبي ده لو بنتكلم في اللعيبه المحترفه هو فيستون مايلي وكان مسام عليه من اهم 3 لعيبه السنه اللي فاتت في الدوري المصري. عاوزك تقول لي رايك في حوار اللي انا اتكلمت فيه، هل نادي الزمالك اخطا في مشكله ارض 6 اكتوبر ولا لا؟ شوف انا بقول لك من معلومات شخصيه، الزمالك في موضوع قصه يعني انا نسيت اقولها في الاول، في جاني ساسي الزمالك هيطعن على الحكم وده ممكن يأجل القضيه فالحكم يتشال، لكن مستحق جوزيه جوميز واي حاجه تنتظر نادي الزمالك في مشكله جايه. الزمالك بيحاول يشيل اول مشكله فرجان ويدفع مستحق جوميز ومساعدينه، ومشكله جروس الزمالك لحد النهارده 6 قضايا بالفيفا. فالوضع كارثي والوضع سيء ومحدش بيتدخل والزمالك منساب والناس فرحانه، ويجي يقول لك ايه انتوا بتحاربوا مين؟ لا الدوله وقفت جنبي وزير الشباب والرياضه ما وقفش جنبي، جهاز 6 اكتوبر ما وقفش جنبي، محدش قادر يطلع يقول الزمالك غلطان. الزمالك داخل حوالي 4 شهور بدون الارض اللي كلنا عارفين ان الارض دي هي طوق نجاه نادي الزمالك. خلينا ممكنين بالحته دي. فالزمالك في ازمه ليه طاحنه. انا هنا وصلت معاك للنهايه، عجبك كلامي حط لايك واشتراك وفعل زر الجرس وعلى دماغي، ما عجبكش كلامي حط لايك في الكومنتات وبرضه على دماغي، وان شاء الله اشوف حلقه جديده. واللي يوصل معايا لحد نهايه الحلقه قول لي اسمك في الكومنتات، لان والله العظيم انا يعني الناس اللي بتتابعني الاخر ممكن اكتب اسمهم في الكشكول انا اقول لهم بالاسم كده، الناس دي بحبها بصراحه. في النهايه اشوف حلقه جديده والسلام.